ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل اللي نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي المقاولين العرب في محافظات كتير جدا. كنت قلت قبل كده طبعا ان المقاولين من الانديه اللي بتلف في مصر كلها، وفي كل محافظه بيعمل في اكتر من مكان، وكنا نزلنا عن القاهره. ففيديو النهارده عن باقي المحافظات. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. يلا بينا نبتدي الفيديو. نادي المقاولين العرب طبعا قلنا من الانديه الكبيره جدا والضخمه جدا، وعندها امكانيات رهيبه سواء ماديه، ملاعب، استاد، مستشفيات، كل حاجه تساعد اي نادي ان هو يبقى في مكانه كبيره نادي المقاولين بيمتلكها. نادي المقاولين من الانديه اللي صعد السنه دي الدوري الممتاز رسميا، فالسنه الجايه ان شاء الله هيلعب دوري ممتاز. من الأندية طبعا الكبيرة جدا والمهمة جدا واللي أي حد يتمنى ابنه يلعب فيها. الفترة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت كان سمعة القطاع في نادي المقاولين طبعا مش أحسن حاجة بسبب الاستثمار. كان من أكتر الأندية اللي بتطلب ماديات، وكان من أكتر الأندية اللي بدأت الاستثمار في قطاع البراعم وقطاع الناشئين. قلنا السنة اللي فاتت الموضوع كان مختلف تماما. الفرق بتاعة نادي المقاولين كانت مسمعة جدا، وكانت من الفرق القوية جدا وعاملة نتائج كويسة جدا. وفكرة الاستثمار اتغير كتير، بقى الموضوع محدود جدا، وبقى دايما برضو بيدوروا على لعيب مميز عشان ينضم للقطاع. الاختبارات اساسا كفكرة اختبارات في نادي المقاولين الموضوع هدف كبير منه ان هو يقدر يلم اكبر مبلغ يصرف بيه على القطاع. نادي المقاولين من الاندية اللي بتلف اماكن كتير جدا، وبتلف محافظات كتير جدا عشان يقدر يجمع اكتر مبلغ يبيع بيه استثمارات. لكن ده ما يمنعش لو ابنك لعيب مميز جدا اكيد هينضم للقطاع على طول، لانهم برضو في نفس الوقت بيدور على اللعيبه المميزه. فالموضوع في ايدك انت لاعب مميز وابنك لاعب مميز، تقدر ان انت تروح تختبر. شايف لسه ابنك محتاج نواقص، بلاش تروح، بلاش تحرق الولد نفسيا وتحرق نفسك ماديا، والموضوع هيفضل مؤثر في ابنك ان هو ما بيقبلش في اكتر من اختبار. فلو انت مش مستعد وجاهز وابنك عايز شغل، بلاش تروح. لو انت جاهز وشايف ابنك مستواه في المرحله السنيه او المرحله العمريه بتاعته من اللعيبه الاقوياء جدا، ممكن تتكل على الله. وخد بالك نادي المقاولين من الانديه اللي بيهتم جدا بالجسم او الحته الجسمانيه. فابنك برضو يعني لازم تبقى رايح، انت رايح انه اختبارات ورايح انه نادي، ولازم تبقى محدد الانديه اللي ابنك ممكن يقبل فيها عشان الموضوع ما يبقاش بالنسبه لهم سبوبه وبالنسبه لك انت بتدفع فلوس على الفاضي. نادي المقاولين قلنا الاستماره طبعا 150 جنيه، استمارة 150 جنيه. الاختبارات في الأماكن اللي أنا أقولها دي كلها الساعة 8 صباحا، الساعة 8 صباحا. ركز كده وشوف أقرب مكان لمحافظتك أو أقرب مكان لبيتك فين، وتقدر إن أنت تروح لو ناوي تروح. هنبتدي الأول بمحافظة القاهرة، يبقى في أكتر من مكان. احنا قلنا في نادي المقاولين ده خلاص يوم 25 كل أسبوع، وقلنا في فيديو قبل كده قلنا كل مواليد موعدها ايه بالظبط. ده في نادي المقاولين كل اسبوع ممكن تروح تختبر في نادي المقاولين. لكن في اماكن تانية في القاهرة زي اولا شبرا، هيبقى يوم 29/5 في ملعب اجيال. هنفضل برضو مع محافظة القاهرة، هتبقى في مدينتي يوم 30/5 ملعب مدرسة MLS. بعد كده مصر الجديدة هتبقى يوم 3/6 في ملعب القوات الجوية 2. وبرضو لسه في محافظة القاهرة في عين شمس ملعب سنابل مصر، ده يوم 13/6. وفي مدينة بدر يوم 17/6 ملعب الإسكان الاجتماعي. ويوم 19/6 في الزاوية الحمراء مركز شباب الزاوية. ده بالنسبة لمحافظة القاهرة والأماكن اللي تخص محافظة القاهرة. هنيجي بقى للقليوبية، هتبقى في مكان واحد وهو في بنها يوم 20/6 في كلية التربية الرياضية. هنخش بعد كده على محافظة كفر الشيخ، وهتبقى في مكانين. أول مكان هيبقى في الحمول يوم 30/5 في ملعب المهندس ناجي. تاني مكان المنشأ الشرقية يوم 19/6 في مركز شباب المنشأ الشرقية. خش بعد كده على الجيزة، هتبقى برضو في مكانين. أول مكان الوراق، وده هيبقى يوم 13/6 في ملعب كلاسيكو. المكان اللي بعد كده أرض اللواء، ده يبقى يوم 20/6 في ملعب أجياد. هنخش بعد كده على محافظة الغربية في مكان واحد، هتبقى في زفتة يوم 31/5 في مركز شباب زفتة. بعد كده في محافظة الشرقية هيبقى في 4 أماكن مختلفة. أول حاجة في منيا القمح يوم 20/6 في مركز شباب منيا القمح. تاني حاجة في العاشر من رمضان يوم 16/6، ولسه ده ما تحددش المكان بالظبط. تالت حاجة الزقازيق يوم 13/6 في استاد جامعة الزقازيق. رابع حاجة واخر حاجة في الشرقية وهو كفر صقر، هتبقى يوم 13/6 ولسه برضو المكان بالظبط متحددش. بعد كده هنخش على محافظة المنيا، وهيبقى في مكانين مختلفين. اول مكان في المنيا نفسها يوم 30/5 في ملعب الثانوية العسكرية. تاني مكان في ملاوي يوم 1/6 في مركز شباب المعصرة.
خش على اسكندريه يبقى في مكان واحد يوم 10/6 في برج العرب، مركز شباب برج العرب. بعد كده محافظة الدقهلية هيبقى في مكانين، أول مكان السنبلاوين يوم 11/6 مركز شباب أبو داوود، والمكان التاني في المنصورة 12/6 في ملعب استاد الإمارات. بعد كده نخش على محافظة المنوفية وهيبقى في مكانين مختلفين، أول مكان في الباجور يوم 13/6 في مركز شباب التنمية البشرية، المكان التاني برضو في الباجور يوم 15/6 في مركز شباب زرعة 100 علوان. آخر حاجة وآخر محافظة هتبقى محافظة دمياط يوم 18/6 نادي غزل دمياط. قلنا سعر الاستمارة 150 جنيه، ودي كل المحافظات اللي اعلنوا عنها لحد دلوقتي. هيبقى في محافظات تانية واماكن تانية هتلاقي مع الوقت بيعلنوا عنها، لاني قلت لك نادي المقاولين من الاندية اللي بتلف مصر كلها. لو محتاج اي حاجة او اي نصيحة او اي فيديو اكتب لي في الكومنتات تحت ارد عليك على طول. لو عايز تقيم ابنك، عايز تمرنه، عايز تصوره، ممكن تكلمنا على الواتساب بتاع الاكاديمية وتشوف اقرب فرع لحضرتك فين وتجي لنا، وهتلاقيني موجود في اي فرع من الفروع الثلاثة. وبكده خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. استنوني فيديو جديد. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى، اشوفكم على خير والسلام عليكم.